سلام الأحباب، إن شاء الله تكونوا كامل بخير وفي صحة جيدة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم جيتكم بوصفة البقلاوة، بقلاوة تقليدية، تلبية لطلب البعض من المشتركات. هاني درت لكم يعني البقلاوة، كنت قاعدة وفجأة يعني جاتني في راسي نوض درتها باش نتقهوى بها. درتها بواش متوفر عندي في الدار. أول حاجة نبداو مع المكونات هنا تاع العجينة. حطيت 4 كيلات فرينة، غربلتهم وزدت عليهم رشة ملح. الكيلة تاع الفرينة كيلت بهذه تاع حلوة الترك، يعني نفسها اللي كيلت بها الزبدة. قلنا 4 كيلات فرينة مع كيلة زبدة دائبة، ما نحطوهاش سخونة، خليوها يعني تبرد شوية. نبسسها جيدا. هنا حطوا ملعقة صغيرة فاني، انا قلت لكم درت بوش عندي يعني في الدار. ومن بعد قاعدة نلم في العجينة تاعي بكيلة مزيج بين الماء وماء الزهر. هنا عندي كيلة نص ماء ونص ماء الزهر. هنا ما راحش ندير الكيلة كاملة لانه يعني سيبون تلمت لي وجاتني طرية. وكل وحدة والفارينة تاعها، دايما نقول لكم كل وحدة والفارينة نتاعها. يعني كي تعودوا تخدموا عينكم ميزانكم. شوفوا لاباط نتاعي كيفاش. دوك نحطها في كيس بلاستيكي ونخليها نخليها هنايا. كنت يعني ما خليتهاش ترتاح بزاف، خليتها واحدة النصف ساعة فقط. هذا واش كان متوفر عندي البنات للحشو. كاوكاو كان ديجا مرحي من قبل، راهو شوية رقيق. يعني انا دايما نشري هكا ونرحيه، نحمصه ونرحيه ونخليه جانبا. درت هنايا 3 كيلات بنفس الكيلة اللي كيلت بها يعني للعجينة. ومن بعد بقاو لي هذوك شوية، واحد 4 كيلة زدت ضفتهم يعني باش ما نطيشهمش. من بعد البنات درت هنا نصف كيلة سكر احرش، يعني سكر عادي. واللي عندها المكسرات تدير بالمكسرات، اللي عندها تاني لاغوم نتاع اللوز الحلو دير بيه. انا نسيتو في الورشه اللي ندير فيها الحلويات، دوره الحلويات. ومن بعد البنات هنايا راح نرشو فقط بماء الزهر كما راكم تشوفون، نحط بشويه فقط ونرملو. ما راحش نعجنو لانه لا فاغس نتاع البقلاوه ما تجيش معجنه، يعني كيما الكسكسي. حطيته جانبا، غطيت لافاغس وحطيتها جانبا. ومن بعد رجعت للعجينه تاعي دلكتها شويه. ومن بعد بديت نقطع. هنا البنات راح ندير 4 من تحت، يعني في الطبقه اللي من تحت درت 4 ورقات، ومن الطبقه اللي من الفوق راح ندير 3. وتقدروا ديروا 4. هذه الكيلة حق ما دير لكم يعني وحده كبيره على اللي وريت لكم، لانه اللي وريت لكم هذه اللي درتها انايا راهي صغيره خلاص، صغيره لما من الحبات قصيتهم صغار. نسويهم كامل ونغطيهم ببابي ونبدا نطرح باش ما ينشفوليش. هذا هو السني تاعي البنات، راهو صغير خلاص يبان لكم فقط باللي كبير. ندهنه بالزبده. نرش شويه نشا فوق سطح العمل. انا راح تساعدني في الطرح وتاني ما تلصقليش لاباط تاعي، تتهز بسهوله. انا هنا ما حبيتش نخدم بالماشينه تاع التريده، لانه قلت لكم البلا اللي خدمت فيه صغير يعني ما يعذبش. راح نطرح ورقه ونهزها كيما راها ونحطها في الصينيه تاعي. سمحوا لي البنات من داك نغيبها عليكم في هذه القناه. صدقوني عدت نحط فقط يعني كي يطلبوا مني حاجه،
ولا هكا نحط نفحة فقط، لاني صراحة ما لقيتش فيها التفاعل، لهذا عدت نعجز. هاي ليكم بعد ما طرحتها. درك نبدا ندخل هذيك العجينه لداخل باش ما تقطع ليش، وميم تتقطع لكم في بعض الاحيان عادي كيعودوا قطعات صغار نورمال. شتيوني كيفاه نهز فيها ونعاود ندخل فيها لداخل ونسويها. بعد ما كملت راح نثقبها بكوردون ولا عود الشواء. ندهن يعني بين كل طبقة وطبقة ندهن بالزبدة. ومن بعد بالحلال نحي هذوك الطراف. راح نزيد نطلق هذه الطبقة الثانية. نفس العملية تاع الطبقة الأولى ونكمل مع كامل الطبقات كيما هك. ولا حايبين البنات كاش وصفات كاش موديلات تاع غاتو ولا خليولي في التعليقات، وباذن الله راح نخلي لكم واش تحبوا نتوما. شوفوا هنا البنات تقطعت لي شويه مي معليش، راني سويتها وزدت لها قطعه صغيره، يعني ما تتقطع لكم ما تقلقوش. وكملت تاني الطبقة الثالثة وزدت الرابعة بنفس يعني الخطوات، نثقب وندير الزبدة. بعد ما كملت الرابعة اللي من تحت حطيت العفاص. هنا في الاول بانت لي بزاف ومن بعد وليت كملتهم. ولازم تسويوها البنات باش ما تجيكمش جهة طالعة وجهة هابطة. انا هنا جبت الكوبات هي اللي يعني راح تسوي لي الطبقة نتاعي. انا تعجبني بزاف هذه المرحله تاع الطبقات اللي يجيو فوق الحشو، خاطر مش ما فيهمش خدمه بزاف وما يحكموش الوقت، ميم يكون تكون الصينيه تاعكم كبيره. هنا البنات كنت كملت 3 طبقات من الفوق، ما حبيتش نطول لكم بالفيديو. وزدت طرحت هنا العجينه وجبت هذا المول هذا تاع الطابع عفوا تاع النواره، وطبعت نوارات باش نحطهم فوق الحبه. ومن بعد هنا بديت نتراصي. شوفوا هنا تبان لكم بلي عريضة بزاف، بصح هي صغيرة خلاص، غير الكاميرا شغل مقربة. وتاني كي تعودوا تقصوا تضربوا حتى لتحت خلاص، حتى الموس تاعكم يلامس الصينية. وقبل ما تقصوا البنات حاولوا تتراسيو باش تبينوا القصة نتاعكم.
صدقوني جات مورقة على كيف كي طابت. هنا بعد ما كملت راح نزين فقط بالكاوكاو، قلت لكم هذا واش متوفر عندي في المنزل. وغوزمون لقيت حبيت يعني كاوكاو كانوا ما مرحيينش سبحان الله، يعني تقول كانوا يستناو فيا. اضغطوا جيدا على الحبة تاع الكاوكاو وهبطوها لتحت باش كي طيب ما تخرج الكمش. بعد ما كملت زدت دهنت شوية بالزبدة ودخلتها للفرن على 150 درجة، وكل وحدة والفرن نتاعها. انا نطيب في لاكويزينيير. ومن بعد البنات كي طابت وشفتها باللي حمارت على الجوانب عاودت شعلت لها من الفوق. هذا العسل عسل منزلي كنت خدمته معكم من قبل في الفيديوهات السابقة، شوفوا برك راكم رايحين تلقاوه. شوفوا كيف يجي يتعلق ثقيل. كيما جبتها من الفوغ وهي سخونة شوي سقيتها بالعسل. انا ما حطيتوش كامل لانه بزاف. نتمنى عجبتكم هذه الوصفة. ما تنسوش تشتركوا في قناتي، ومرحبا باللي زاروني اول مرة. ما تنسوش تاني تفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. شوفوا البنات بقلاوة تشهي مالقري يعني بالكاوكاو. دمتم في رعاية الله.